ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده عملت اكله تحفه جدا جميله قوي قوي، وهي اللحمه. بس عايزه اقول لكم مغذيه جدا جدا، وكمان حضرتها في نص ساعه. بجد روعه جدا. كمان اكله سريعه جدا. هنا اول حاجه طبعا معانا نص كيلو لحمه او كيلو، ممكن تعمليها بربع كيلو بس، يعني ممكن ربع كيلو لحمه هتعمليها. كمان عايزه اقول لكم الاكله دي جميله قوي قوي وتحفه جدا للناس اللي تعبانه، ربنا يشفي كل مريض يا رب. الناس اللي هي ممنوعه من اللحمه، اللي هي الكلى، اللي هم تعبانين في الكلى وممنوعين من اللحمه. طبعا ممكن تعملها لهم بربع كيلو، وتعملها لهم مع خضار وتحمريها مع كوسه وجزر وبصل وفلفل الوان، تكتريها كده. وبصوا عايزه اقول لكم جميله قوي قوي، وكمان هيحس نفسه ان هو اكل حاجه مغذيه جدا وطعمه قوي. هنا اول حاجه طبعا في حله معلقتين زيت، وطبعا انا غسله اللحمه كويس جدا. وهنا طبعا هنزل بالدهن اللي انا قطعته مكعبات، ولو في ناس ممنوعه من الدهن عادي، انزلي باللحمه على طول. تمام كده. بس طبعا هنكتر الزيت شويه. وهنقلب لحد ما الدهنة معايا تاخد لون كده وتحمر. بجد الاكله دي جميله قوي وحلوه قوي للناس زي ما قلت لكم اللي تعبانين وكده. ممكن تعمليها بربع كيلو لحمه، ومكتر جزر وكوسه وبصل وفلفل الوان، طبعا كتر فيتامين السي بتاعنا، فصحيه جدا وخفيفه جدا. عايزه اقول لكم الاكله دي جوزي بيموت فيها، وولادي بصراحه. ولادي مش بياكلوا اللحمه خالص غير بالطريقه دي. بجد يعني مش بياكلوه والله خالص. لو انا عملتها في اي اكله مش بيحبوا اللحمه، بس بالطريقه دي اللي انا بعملها لهم وحمرها لهم بيحبوها. طبعا انا نزلت بعد ما الدهنه معايا حمرت وخدت لون صفرت، نزلت بالمكعبات اللحمه. وطبعا انت بتقولي للجزار عايزه لحمه تاخدش سوا، تمام، عشان نص ساعه سوا بس. هقلب طبعا. طبعا في ميه هتنزلها برضو، وبرضو احنا محضرين ميه مغليه. هقلب كده. طبعا مش هحط ملح ولا اي حاجه، هنزل بنص كوبايه الميه المغليه، وهوطي البوتاجاز خالص وهغطيها. وهنرجع بعد نص ساعه تكون استوت. بصوا كده استوت وشربت الميه بتاعتها. هنزل كده بالبصل، يعني 3 بصلات حلوين، وقرون كده فلفل اخضر وفلفل احمر وفلفل اصفر، فلفل الوان. عايزه اقول لكم كتروا الفلفل، فيتامين سي حلو قوي ومغذي جدا جدا. وممكن في المرحله دي برضو هنضيف كوسه وجزر، يعني اللي انت عايزاه تحطيه كله، هو معموله من الخضار. تمام. هنزل كده ب2 حبايه من التوم وقطعتهم ناعم صغير. بجد الاكله دي تحفه جدا وجميله جدا، وجوزي كل ما يشوف على القناه بيقول لي اعملها لنا على طول. بجد تحفه جدا وجميله، طعمها مزز خالص. كمان لو جالك ضيف على غفله ممكن تحضريها انتي في نص ساعه، وتعملي جنبها طبق رز كده وزي الفل، طبق طحينه. عايزه اقول لكم جميل قوي قوي. طبق سلطه بجد روعه. هنا طبعا التوابل اللي انت بتحبيها: فلفل اسمر وبابريكا، حبهان مطحون، 7 بهارات بتاعت اللحمه، تمام، وروزماري مطحون، رشه بسيطه. طبعا انا من كل نوع بحط رشه بس، عشان مش هحط توابل كتير، عشان انا عايزه برضو الرشه بس هتطعم لي الاكله وتخليها لي حلوه، ولكن مش هتغطي طبعا على طعم اللحمه. هقلب كده في حدود 10 دقايق او ربع ساعه. تمام. وهنرجع تاني نحضرها مع بعض. بصوا كده. طبعا انا مش بحب الفلفل كده، خلاص رشيت الملح وخلاص كده هديها تقليبه وهغرفها في طبق. طبعا الفلفل أنا مش بحبه يدبل. تمام. حلو كده الفلفل لما يكون شديد كده.
وما يكونش دبلان يعني. كده خلاص. بصوا بقى، بجد بجد الاكله دي بتدخل في القلب. طبعا مكعب المرقه ده اختياري براحتك انت، لو مش عايزاه هو مش هيفرق كتير، هي كده كده طعمها جميل قوي. هسيحها وكده خلاص هنغرفها. حط لايك يا قمر. بصوا كده هغرفها في طبق، وعايزه اقول لكم جميله قوي. بصوا يعني الفيديو بيتحدث عن نفسه. طبعا جنبها طبق رز، عايزه اقول لكم جميل قوي قوي. عجبكم الفيديو حبايب قلبي، لايك وشير وسبسكرايب تفعيل زر الجرس، واللي مشتركش في قناه الجرس يشترك. اعملوا لي متابعه على صفحتي على الفيسبوك. وايه رايكم بقى في الجمال ده؟ بصوا بقى، قدموها بالطريقه اللي تعجبكم. بجد جميلة قوي قوي، طعمها جميل قوي قوي، خفيفة جدا جدا، وصحية جدا جدا. ان احنا طبعا مش مسوينها في صلصة ولا في دمعة ولا اي حاجة. بجد روعة جدا وهتعجبكم. اللحمة المحمرة دي بتدخلك في حتة تانية خالص. بصوا كده، جنبها بقى رز. ويا وعدي، يا وعدي يا وعدي، ولادي كانوا بيقولوا لي يلا يا ماما عايزين نخلص، يلا يا ماما جعانين. وبصوا اللحمة مهرية وزي الفل. ايه رأيكم بس؟ بجد تحفة. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.